بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده الفطير الحلو اهوت. بعد ما استوى قدامكم متحمر من فوق زي تحت، انا عاملاه حلو اهوت ومورق من جوه ومفتوح منفوش من جوه، مفتوح خالص اهوت. وحشيه انا عاملاه حلو، حشيه بمكسرات اللي هي زبيب وسوداني وبشر جوز الهند. ممكن تعملي حادق وعامله له شربات طبعا اللي هو الحلو. ممكن تعملي حادق باللحمه المفرومه او بسطرمه او اي نوع من انواع الجبن. معايا بقى نفس عجينه الدقيق، ميه بملح ودقيق. حاول تجيبي دقيق نوعيته حلوه، عشان الدقيق اللي من نوعيته مش حلوه يعني بقطع معاكي ومش مبقاش حلو، بيسيح معاكي، بيسيح خالص. وهتعجني العجينه كده كتير. انا قلت لكم في فيديو الفطير عجنتها نص ساعه لحد ما تنعم معاكي، تبقى ناعمه خالص في ايديك وطريه، وقوامها ما يبقاش لا طري خالص ولا قاسيه جامد يعني. زي ما انتوا شايفينها في ايديا كده. بتجيبي صينيه تدهنيها سمنه او زيت، والمفروض زيت يعني، بس انا بدهن سمنه عشان عندنا ناس يعني في البيت مش بيحبوا الزيت، بيحرق صدرهم اهوت. تقطعي بقى تقطعي زي ما انت عايزه، بس المفروض يعني لو قطعتي كل ما تصغري هتطلع معاكي المنظر حلو يعني، وشكله شيك وحلو. القطع الصغيره يعني اهي. وتاخديها بقى تتهني زي ما قلت لك كده بالسمنه او بالزيت. ولازم تتهني برضو وش ايه التقطيع دهوت بالسمنه او الزيت، عشان ما يعملش طبقه ناشفه معاكي وتيجي تفرديه ما يتفردش معاكي ويقطع منك. وتبداي بقى الفرد مع في اول ما قطعتي بقى تدهن وش هو السمنه، مع بقى الزبادي اللي احنا ندهن وشه بيه على السوا يعني. ومع معلقتين ايه قشطه زبادي، مع معلقتين قشطه. بناخد بقى سمنه وتدهني بقى المكان اللي هتقطعي عليه يعني رخامه او طبليه او اي حاجه، وتحطي الحشو في الوسط كده. ولو قطعت معاكي وانت بتفردي مش مشكله. شايفين بطبق على بعضه بالسوا خالص اهو. تحطي العجينه على الجنب المفتوح، مش الجنب المعدول. خلي المعدول فوق والمفتوح تحت عشان ما يفتحش منك. وتبداي زي ما قلت لك تبداي فرد بقى. في اول حاجه قطعتيها بتجيبي اهو، تتني الاولاني والجنب، تجيبي الجنب ده على ده وتلف اهو. تحطي زي ما قلت لك المفتوح للصينيه، ما تخلوش فوق عشان ما يفتحش معاكي. تفردي اهو زي ما قلت لك. احشي بقى اي حاجه ممكن تعملي حد زي ما قلت لك، لحمه مفرومه، بسطرمه، اي نوع من انواع الجبن اهو. تلف كده وتحطي كده اهو. وكل بقى كل شويه بتدهني سمنه العجينه والرخامه اهو. ولو قلت لك برضه لو قطعت ما تقلقيش، بتقفل مع بعضيها اهي وتطلع متساويه خالص اهي. تبقى منفوشه من جوه جميله خالص. هندهنه بقى بالدهن زي ما دهنت الفطير كده اهوت، اللي هو الزبادي بالقشطه. او دهنته بس ما طلعتش معايا اهو. تدخلها بقى على فرن عالي، النار تكون حامية. تحاول انت بتقطعي في اول ما انت ما تفردي يعني داخل الفرن يعني. ولو انت فرنك شواية ومفصولة عن الفرن يعني بتسوي تحت وتطلعي فوق في الوسط يعني. وتولعي الشواية تحمر لك اللي فوق وتحمر من فوق زي من تحت اهوت. ولما تحطي في الشربات بقى، الشربات ساخن والفطير بارد، او الفطير بارد والشربات ساخن اهوت. والشربات على حسب الكمية بتاعته يعني، على حسب كمية الدقيق اللي انت عاملاها او العجينة اللي انت عاملاها. كوباية مية مع كوباية سكر، مع نص عصرة ليمونة وذرة فانيليا اهو. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة واعملوا اعجاب واكتبوا تعليق حلو زيكم اهو. شايفين منفوش من جوه خالص ازاي اهوت. ولو عايزة بقى تبقى سكره شوية شربته شوية يعني، حطيه سليم. عايزة شربته كتير، حط من جوه كده شربات زي ما هشوفه دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.